اول ما قعد قال ايه؟ هم اصل جرايدهم نشرت بعض حاجات عن المقابله اللي حصلت يوم الخميس، فاحنا بننشر المقابله على حقيقتها او بنقولها. جاء يوم الخميس ومعاه وفد سوري، واول ما قعد جه الساعه 7 وقال ان اللي حصل النهارده يدينا المبرر في التسريحات اللي طلعناها من الجيش. قلت له ابدا، ده اللي حصل النهارده هو نتيجة تصرفات حزب البعث في سوريا وطرد الناس من الجيش، طرد الضباط والصف الضباط والجنود، نتيجة تصرفات حزب البعث في التسلط، نتيجة تصرفات حزب البعث في انه يدي الوظائف للبعثيين بس ويحرم السوريين، نتيجة تصرفات حزب البعث في انه قسم البلد الى قسمين وعمل تمييز عنصري واعتمد على الطائفية واعتمد على الاقليات، نتيجة تصرفات حزب البعث اللي قسم سوريا الى بعثي وسوري. البعث ليه كل شيء والسوري ليس له اي شيء. قلت له ده نتيجة تصرفاتكم وتصرفات حزب البعث. إذا كنتوا اتهمتوا المناضلين بالجبن وطلعتوا بيان وقلتوا إن فلان وفلان وفلان دول جبناء، قلت له والله أنا لو منهم ومش لاقي حاجة لاجيب العصاية واجي أحطها في عين أي واحد منكم عشان أثبت إن أنا مش جبان، لأن إزاي تطلع بيان عملي بيان علني وتقول إن أنا جبان؟ هذا الكلام قلته له.